جابزة تيانا الفبز تي أدي جابزة تي لبقة حابز تي دشة زربل تريبوش خنو شخش عبد الهادي أدغجة تخين يجن ديس دقي تشتش شقي دقمة قوابة شخم الله حقوق ذكرت بيتصجتو بلن حرفوت في جاغ خريج يدغقن تقوى خججن يا تخاجر يا قواجر زدغشن. أعزائي الطلاب نتابع الآن تعليم الحروف الشركسية ونبدأ بالحروف الذي يلي الحروف السابقة. الحرف الأول هو حرف الزين ز. حرف الزين الز. ز بيجي معناته واحد. ز واحد له معنى الرقم واحد. الز معناته كمان بيجي معناته انه في شيء عكر لازم يتصفى التصفية زالة مصفاية. الز صفي فعل امر صفي شيء عكر لازم تصفيه. طبعا حرف الزين هذا له حرف كبير وله حرف صغير. الحرف الكبير فوق السطرين، الحرف الصغير ضمن السطرين. بيجي بعده الحرف الياء. مر معنا سابقا حرف ياء مفتوحة، الآن قدامنا حرف الياء المكسورة. حرف الياء المكسورة هاي ما بتجي غير ياء كسرة. ياء ي بيجي معناته 8 رقم 8 وي بيجي معناته ضمير ملك الشخص الثالث المفرد خاصته، يعني مثل ما بيقولوا خاصته مثلا يتخل يتشغ يخاتى ضمير ملكية للأشياء أما ما للأشخاص راح يمر معنا. هذا للأشخاص. يعني نحن باللغة الدارجة عندنا هون منخربط بين الضمير ملكية الأشخاص والأشياء. من مثلا بدل أخوه الكبير بنقول يشنحظ معناته الحصانه الأكبر بالعمر. يشنحظ الحصان الأكبر بالعمر، حصانه الأكبر بالعمر. اشنحظ اشنحظ. إذن الياء له أيضا حرف كبير وحرف صغير مثل بقية الحروف. الحرف الصغير والحرف الصغير. الياء هون ياء مكسورة دائما. مر معنا الياء المفتوحة في الدرس الماضي. مثل ما قلنا هو ضمير ملكية الشخص الثالث المفرد يدخل يتشغ يبسخه إلى آخره. بعدين بيجي حرف الياء السكون. أي حرف ياء لا مفتوحة ولا مثلا تام بي، سفر بي، محاربي، جانتي، مثلا خوساي، دناي إلى آخره. هذا الحرف لا يعتبر من حروف العلة، لأن حروف العلة اللي مروا معنا لهلا هن حرف الآ وحرف الياء المفتوحة وحرف الياء المكسورة. أما هذا لا يعتبر من حروف العلة لأن هذا حرف ساكن لا يعتبر من حروف العلة. بعد الأي، وطبعا هالحرف هذا لا يبدأ فيه كلام. بعدين بيجي حرف الكي. مثل حرف الكي بالإنجليزي، نفس الكتابة نفس الاستعمال، مثل حرف الكاف باللغة العربية كاف
في حرف الكبير وفي حرف صغير للكاف. ك ك كان طبعا ما له معنى باللغة الآدية، باللغة الآدية ما له معنى. لما بيجي بعد الحرف الكاف حرف المضخم بصير معنا حرف قاف. قاف قاف ق ق كاف ومضخم بصير قاف. ق ق معناته قبر. ق معناته سابقة، تأتي في أول الكلام مشان تحدد، بحدد اتجاه تنفيذ الفعل. مثلا قاقوة قو اذهب، قاقوة تعال، قح اجلب لهون، قساء قل لي، بيحدد اتجاه تنفيذ الفعل. ق إذا الكاف مع حرف المضخم بصير حرف قاف. حرف قاف. طبعا حرف القاف هذا له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. ق معناته قبر. ق معناته قبر. اجينا للحرف الكاف. حرف الكاف ايضا لمن بيلحقوا حرف الهمزة بصير كاف وهمزة. ك أ بصير ش، بصير ش ش. كاف وهمزة بصير ش. ش معناته جديد. ش معناته ذنب. ش بيجي سوابق ولواحق في آخر الكلام، له معاني كثيرة جدا. يعني في ش بيعطي حوالي 17 معنى كلواحق في الكلام راح يمروا معنا في المستقبل، وهذا بيساعد جدا في لفظ اللغة في التعبير. ش إذا كافو همزة بصير ش. ش ذنب، ش جديد، كحرف منفصل. أما لما بتصل بالكلام بيعطي معاني كثيرة جدا. طبعا الحرف ش له نوعين من الكتابة، الحرف الكبير والحرف الصغير. ش ش. بعد الش بيجي حرف لام. ل ل لام مثل اللام باللغة العربية يلفظ، بالعربي بيقولوا لام، نحن بالآدية بيقولوا ل. ل ل بيعطي معنى لحم أيضا. ل بيجي معنى محل، هذا إذا كان مفرد. أما إذا بأواخر الكلام في له كمان استعمالات كثيرة. ل له كتابتين، كتابة كبيرة وكتابة صغيرة، حرف كبير وحرف صغير. ال حرف كبير وحرف صغير. بعدين بيجي حرف اللام لما بيتضخم. حرف اللام المضخم لما بيجي بعد اللام حرف تضخيم بصير ث. بصير ث. ث معناته دم. ث دم. ث بيجي كمان كسابقة في الكلام، ما بدنا نخوض هلا، بس الحرف ث لحاله هو حرف الدم. اللام هو بمعنى دم. اللام مع المضخم بصير ث. اللام مع المضخم بصير ث. طبعا حرف ث له نوعين، حرف كبير وحرف صغير. بيجي بعدين حرف اللام مع الهمزة. لام وهمزة بصير لام وهمزة بصير رجل. رجل ذكر يعني رجل. رجل. طبعا له كتابتين، كتابة كبيرة وكتابة صغيرة. رجل. إذا حرف اللام لما بيجي بعد همزة بصير اللفظة اللفظ هون إذا بتستعينوا بكبار السن عندكم بالبيت بيساعدوكم بشكل جيد باللفظ. لفظ الحرف يجب أن يكون لفظ الحرف صحيح.
بعد بيجي حرف الميم ما. حرف الميم في نوعين، حرف كبير وحرف صغير. ما معناته رائحة، ما رائحة. ما في غير رائحة، ما رائحة كحرف كالمستقلة، ما رائحة. ما الحرف مثل الأم بالإنجليزي، مثل يقوم أيضا مثل عمله مثل عمل حرف الميم باللغة العربية. ميم لا يدخل لا تضخيم ولا همزة، حرف مستقل لحاله. ما رائحة حرف الميم. بعد الميم بيجي النون. ن مثل الاتش بالانجليزي، النون بالتشركسي مثل الاتش بالانجليزي. ن له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. ن معناته عين، عين. إله بيجي لواحق، بيجي كلاحقة، وإله معاني مثلا بسنة، مثلا أرخانة، بيجي معاني كتير إله معنى. بس نحن اللي بيهمنا أن نعرف أن الحرف هذا حاليا هو حرف ن هو عين البني آدم، عين الماء أيضا. ن بس عين ماء، عين بني آدم. كما قلنا النون له كتابتين، حرف كبير وحرف صغير ما بين السطرين، حرف الصغير ما بين سطرين. الحرف الأخير لهذا الدرس هو حرف الواو. حرف الأو، أو بالإنجليزي هون و، بالتشركسي و. هذا الواو بيجي دوما عليه فتحة، واو مفتوحة دائما. واو فتحة، لأن في واو كسرة، في واو بعد ألف، في واو بعد ضمة. راح يجينا بالدرس القادم الو هون لازم تحفظوها، أنه واو مفتوحة. ومعناته أنت، ضمير الشخص المفرد المخاطب، وأنت. ومعناته الضرب، اضرب، فعل أمر. بيجي معناته طقس، بيجي معناته طقس. نحن بنستعمل دناير دوشت، لا، واشور دوشت. ما لون الطقس؟ واشور. نحن بنقول سماء، لا كمان خطأ. السماء وطقس. واشور دوشت معناته ما لون الطقس. بيقولوا وش ويعلى وس إلى آخره. إذن طقس، الطقس لحاله أما كلمة وعشرة ما لون الطقس؟ كيف الطقس؟ وعشرة. أما السماء إذن ضمير الشخص المفرد المخاطب بمعنى أضرب، بيجي معنى السماوات كمان، الكون، مثلا وبس وكمان بيجي معناتها الطقس. هون منخلص الحروف اللي لازم ناخدها اليوم. نخلص الحروف ومنعيد هالحروف كمان مرة تانية أعزائي الطلاب، مشان تحفظوهم بشكل جيد، واستعينوا باللفظ الحروف اللي هيك شوي صعبة عليكم بأمهاتكم جداتكم، مشان يعلموكم اللفظ الصحيح. إذا بنرجع من الأول بنقول حرف الزين يلتفظ بالتشركسي يعني كلمة واحد. كلمة واحد، حرف زين، واحد. معناته كمان صفي. إذا في شيء عكر بدك صفي بيقولوا له معناته فعل أمر مشان تصفي. طبعا هالحرف هذا له نوعين من الكتابة، الحرف الكبير والحرف الصغير.
الحرف الكبير والحرف الصغير. بعد الز بيجي حرف الي. ي هون اجت الياء مكسورة كما قلنا، في ياء مفتوحة وفي ياء مكسورة، كل واحد بيقوم بعمله بشكل مستقل. الياء المكسورة ي. ي معناته بيجي بمعنى 8، الرقم 8 ي، وبيجي معناته ضمير ملكي، ضمير ملكية الشخص الثالث خاصته ي. يتخل، يتخاله، يقاله، ايوه يونا ي. طبعا الياء هنا كمان له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير، حرف كبير وحرف صغير. بعد الحرف الي بيجي حرف اي. الياء عليه سكون، الياء عليه سكون. هذا الياء ما مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، تامبي، مثل ما بتقول تامبي بآخر بدك تحطها الياء اللي عليها النقطتين من فوق. الياء أساسا ما في غير هالنقطتين بحروف اللغة الشركسية. أحيانا بيجي فوق الياء كمان نقطتين، بس هذا أكثر شيء. ما في الحروف الأبجدية باللغة الشركسية ما هو منقوطة إلا الحرف هذا عليه نقطتين. الحرف هذا له خط كبير، كتابة كبيرة وكتابة صغيرة. الحرف هذا لا يعتبر من الحروف العلة، والحرف هذا لا يبدأ فيه الكلام إطلاقا. الحرف هذا بيجي بال199 بأواخر الأسماء، بال199 بأواخر الأسماء. بعد حرف الأي في حرف الك. حرف الك يعني كاف. كاف نفس حرف الكاف كتابة بالإنجليزي، ويقوم مقام حرف الكاف باللغة العربية. كاف، حرف الكاف ما له أي معنى، يكتب بنوعين، إما بيكون حرف كبير أما بيكون حرف صغير. ك. هلا عندنا حرف القاف ق. حرف الكاف لما بيتبعه حرف المضخم بصير ق. ق. ق معناته قبر. ق معناته قبر. كاف وحرف مضخم بصير ق. ق يعني كلمة قبر. ق بيجي سابقة بيسبق الأفعال مشان يفرجيك اتجاه الفعل لوين، حسب الضمير اللي بعده، حسب الضمير اللي بيجي بعده. ق. ق. بعدين بيجي معنا حرف بعد القاء، الكاف مع التضخيم بصير ق، أما الكاف مع الهمزة بصير ش. ش. الكاف مع الهمزة بصير ش. ش معناته ذنب. ش معناته جديد. ش بيجي لاحقة بآخر الكلام بيعطي عدة معاني ما بدنا نفوت فيها هلا، راح يمر معكم في دروس متقدمة، طبعا دروس لاحقة متقدمة. ش. ش إذا الكاف مع الهمزة بصير ش. ش. أرجو أن تنتبهوا إلى اللفظ وخصوصا الحروف المهموزة. ش. 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 كاف زائد همزة بصير ش. طبعا حرف ش له كتابة كبيرة وكتابة صغيرة. ش. بعد الكاف بعد الش بصير يجي حرف اللام. ل. حرف اللام مثل حرف ال بالإنجليزي من حيث اللفظ مع الكتابة، طبعا مثل كمان حرف اللام باللغة العربية من حيث اللفظ حرف لام عادية ل، يلفظ هكذا ل. ل. ل بيجي معناته كمان لحم، بيجي معناته اللحم، وبيجي من اللواحق كمان بيجي له معاني ما في داعي لذكرها هلا. وهالحرف هذا له نوعين من الكتابة، حرف كبير وحرف صغير. ل. بعدين بيجي حرف اللام إذا لحقه حرف المضخم.
حرف اللام إذا لحقوا حرف المضخم بصير ث. بتحط لسانك على الطرف هيك من هون وبتلفظه ث. بيجي معناته الدم. ث معناته الدم، دم يعني دم بني آدم، دم ث، دم حيوان بني آدم دم، أي دم بصير ث. طبعا له كتابة كبيرة وكتابة صغيرة. إذا اللام مع المضخم بصير ث، اللام لحاله ل، اجى وراه المضخم صار ث. في هون اللام مع الهمزة، اللام لام وهمزة. كمان بتحط راس اللسان على جنب من هون تلفظها مع بيجي معنا رجل، بيجي معنا رجل يعني إنسان، رجل. حرف الث كمان له كتابة كبيرة وكتابة صغيرة. انتبهوا لللفظ مع اللي بعد الث بيجي حرف الميم. ميم مثل الميم بالعربي، يقوم مقام حرف الميم بالعربي مثل الميم بالإنجليزي كتابة ولفظا. مع بيجي معناته ريحة، ريحة، ريحة. في طبعا له نوعين، حرف كبير وحرف صغير ما بين السطرين. رائحة. بعدين بيجي حرف بعد حرف الماء، قلنا حرف الماء رائحة، رائحة. حرف حرف النون، حرف النون مثل الاتش بالانجليزي. بيجي معناته عين، بيجي معناته عين، عين بني ادم، عين نظر. النون فتحة. بيجي احيانا في بعض التراكيب بمعنى كمان، الام بيجي ولكن احيانا بيجي في بعض التراكيب بعد النون في فتحه، مثلا يعني النون ايضا له حرفين كبير وصغير، حرف كبير وحرف صغير. الحرف الأخير عندنا حرف و، يعني الأو بالإنجليزي بتشركسي واو عليها فتحة. هذا ما بيجي وراء أبدا أي حرف من الحروف العلة، ما بتصور يجي وراء حرف، نادر جدا ليجي وراء أي حرف علة بحرف الواو. حرف الواو حرف فتحة وبس، بعد ما بنحط فتحة، بعد ما بنحط كسرة، بعد ما بنحط ألف، يعني هي بتيجي واو فتحة. مثلا بيجي بمعنى أنت، وأنت بيجي معنى الكون، الدنيا، السماوات. بيجي معناته الطقس، الطقس. ومنها اشتقت كلمة وش وياله وهو إلى آخره. إذن بيجي معناته واو فتحة. هيك بنكون خلصنا الحروف للمرة الثانية، وسنعيدها للمرة الثالثة مشان تحفظوا الحروف بشكل جيد، وخصوصا تنتبهوا لللفظ. اللفظ كتير مهم. منعيد من الأول. الز معناته واحد، معناته واحد. معناته 8. له كمان كتابتين، صغيرة وكبيرة. كل الحروف له نوعين من الكتابة، صغير وكبير. 8. ضمير ملكة الشخص الثالث المفرد للأشياء طبعا، ما للبني آدمين. بقى أي مثل الياء عليها سكون، مثلا تامبي، جانتي، سفر بي،
محاربي. بهالشكل بيجي بآخر الأسماء لا يبدأ الكلام فيه إطلاقا، ونادر ما يجي بنص الكلام كمان، بيجي بآخر الأسماء. بعدين بيجي حرف الكاف. حرف الكاف ما له أي معنى، مثل الكاف بالإنجليزي كتابة ولفظا، وهو على نوعين، حرف كبير وحرف صغير يكتب بين السطرين. حرف الكاف إذا لما بيجي بعد حرف التضخيم بصير قاف، بيجي حرف قاف. وحرف الكاف إذا بيجي بعده الهمزة بصير تشا. انتبهوا لللفظ، تشا جديد، جديد، ذنب، بيجي لواحق. إذن كمان له حرف كتابة كبيرة وكتابة صغيرة. أرجو الانتباه للحروف المهموزة كتير صعبة، بدكم تتعلموها. لحم، لحم، دم، دم. اللام والهمزة بصير رجل، رجل. بعدين بيجي حرف الميم فتحة، رائحة، رائحة. بعدين بيجي عين، عين. طبعا لكل حرف كبير حرف صغير. واخيرا بيجي حرف الواو المفتوحة، بيجي معناته انت، بيجي معناته السماء الكون، بيجي معناته الطقس. وبنكون هون خلصنا حروف هذا الدرس. أرجو أن تنتبهوا إلى الحروف المهموزة والحروف المضخمة، وأن تستعينوا بكبار السن بيقولوا لكم كيف بدكم تلفظوا هالحروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.